مساكم الله بالخير. اليوم عندنا موضوع راح نتكلم عن ثقافة الإعلان والمعلن في مواقع التواصل الاجتماعي وعبر مشاهير التواصل الاجتماعي. لكن قبل ما نبدأ بموضوعنا خلونا نبدأ بهذا الخبر. يعني الحمد لله يمكن ربي رزقنا بأمطار خير وبركة الأيام هذه، وكان من ضمن الأمطار الخير والبركة الأمطار اللي هطلت على مدينة الطائف. أحيانا المطر هو رحمة يعني من السماء، وقد يكشف يعني الخلل والتعثر في كثير من المشاريع، ولنا عبرة أتوقع في قصص سواء كانت سيول جدة أو السيول اللي يعني كانت في الرياض قبل فترة قبل سنوات. لكن اليوم كان في أمطار خفيفة هطلت في منطقة أو في محافظة الطائف في حي الدهاس في الحوية، هذا شمال الطائف. طبعا الشيء اللي يعني يضيق الصدر إن كانت أمطار خفيفة، لكن المشروع اللي هو عبارة عن عبارة تقوم بتنفيذها أمانة طائف وبلدية الطائف، للأسف إحدى يعني المعدات الثقيلة يعني انغمرت داخل الأرض وكونت حفرة كبيرة جدا في هذا المشروع. والمؤلم أكثر وأكثر أن هذا المشروع من المفترض أنه ينتهي في 22/11/1437. كان مدة تنفيذ هذا المشروع 450 يوم ابتداء من 22/12/1436. تأخر هذا المشروع، وفي النهاية زخات مطر خفيفة وضحت ربما أنا أقول ربما سوء الخلل والتنفيذ في هذا المشروع. خلونا نعرف أكثر عن هذا الموضوع. ينضم معنا المهندس عمر الروقي وكيل أمانة الطائف للمشاريع. حياك الله سعادة المهندس. هلا وسهلا، مرحبا بك، الله يحييك. يعني أبدأ معك بسؤال مباشر، هل يعقل مشروع عبارة تعمل عليه الأمانة وتعمل على إنشائه لمدة 3 سنوات وبتكلفة 23 مليون ريال وزخات مطر وأمطار خفيفة يتهاوى على إثر المشروع الذي لم يكتمل؟ حياك الله، ارحب فيك وارحب الحضور معك والمشاهدين الكرام. الحقيقه المشروع هو لم يكن فيه اي مشكله، والمشروع حقيقه هو مشروع عباره اسمها عباره الوكره والدهاس. قيمه المشروع طبعا زي ما ذكر الزميل 23 مليون، وبدا بالتاريخ في 6/10/1436، والمشروع انجز منه الان 87% تقريبا. وهو صحيح المشروع متاخر، والمقاول تم فرض عليه جزاءات في المستخلصات اللي فاتت كلها، غرامات التأخير وغرامات الإشراف وفق المتبع عندنا. طبعا المشروع الآن لم يكتمل، والموقع اللي صار فيه الحادث هو موقع منطقة حمل ومعرض لحدوث شيء زي كذا. المشروع رايح ارتبط بعبارة تبع وزارة النقل تحت طريق وزارة النقل، وما باقي فيه إلا 100 متر وينتهي المشروع بالكامل. ولكن المقاول من سوء التقدير منه حفر المنطقة هذه ولم يأخذ الاحتياطات الواجب اتخاذها في طول الأمطار، فالانهيار اللي حصل هو انهيار في طبقات الإسفلت المجاورة للمشروع. المشروع كعبارة صندوقية لا يجي، ما جاء فيه أي مشكلة ولا يجي فيه مشكلة. طيب، هذه الصور المنتشرة للمشروع وإحدى المعدات الثقيلة المستخدمة في المشروع وهي يعني مغمورة داخل هذا الشارع. نعم، هذا الشارع هو بجوار المشروع العبارة. المقاول حفر المنطقة اللي هي قبل العبارة، ونتيجة حفره هذا تسبب تجمع للمياه، العمل على نخر التربة اللي تحت طبقات الاسفلت. يعني سعادة المهندس، يعني في خلل في خلل في السوق. طب ليش تقول خلل في المشروع؟ طيب منفذ حسب المواصفات. كيف حسب المواصفات؟ وهذه الحفرة الآن اللي نشوفها يعني أمطار خفيفة بس هطلت، وهذه الحفرة تقول مشروع جيد ولا في مشكلة؟ خارج المشروع، ما هي في المشروع، خارج المشروع زي ما قلت لك في الشارع اللي جنب المشروع، وهي نتيجة تم نحر طبقات التربة اللي تحت الإسفلت. وكلف المقاول بإصلاح هذا الشارع وإعادة وضعه زي ما كان. كلف ممن؟ من الأمانة. من الأمانة. طيب تقول هذا شارع جنب المشروع جديد قاعد ينشأ الآن مع مع العبارة. الشارع لا يا أخي، شارع قديم، شارع طريق الرياض القديم يسمى، وهو أيوة. المقاول قص الشارع هذا عشان ينسل العبارة، عشان تمشي العبارة
انت عرضيه مع الشارع. طيب انت تشوف الصوره، تشوف كيف الان الاليه يعني نعم، سقطت داخل وقفت طال حفره. عمرك بنفسي انا وقت الحادث، وقفنا مع المرور واتخذنا اجراء اللازم مع المقاول في اصلاح الوضع الشارع. طيب يعني انتم تشوفون المشروع على خير ما يرام، ماشي اموره. المشروع يا اخي، المشروع فيه مشكله واحده اللي هو التاخير، وتم فرض غرامات التاخير على التاخير، المقاول. لكن موضوع انه ينهار جزء او الشارع المجاور لهذه العباره، هذه مش مشكله. نعم نعم، لا المشروع ما انهار ولا شيء. يعني مش مشكله انه تنهار العباره، او انه الشارع المجاور لهذه المجاور العباره زي ما تنهار. قلت لك نخر للتربه وهو يكلف، وهذا تحدث في مشاريع. اي مشروع يقام يكون سوء من تقدير من المقاول يسبب ضرر للمجاورين. يا سعادة الوكيل الله يعافيك، بس يعني كأني حسيت انه الامر بسيط جدا. يا اخي لنفترض ان في عائله يا اخي مره من الشارع ومره من الطريق وهوت بها وراح ضحايا، استرخاص الموضوع. وكأن شوف انا اتكلم عن كل الجهات الحكوميه، ان تلقي بالملامه على المقاولين هو احد امرين: يا ان المقاول هذا يعني ما شاء الله شغله لا يحتاج إلى رقابة وشغله على خير ما يرام، يا أنه عندكم قصور في موضوع الرقابة، يا أنه في شيء معين يعني تدلعون هالمقاولين بدليل تأخر كثير من المشاريع لا عندكم ولا عند كثير من الجهات الحكومية. صارت ديكور هاللوحة اللي يعطيني فيها أنه المشروع مدته 450 يوم، والآن تأخر المشروع إلى 3 سنوات. اخوي الله يخليك، احنا نمشي بنظام للدوله، ونظام الدوله هذا المشروع ازيدك من الشهر بيت ممدد ل 2020 بالنظام، ممدد ل 2020، مو كيف انا هذا بالنظام الدوله. لا نظام. ولكن انا بقول لك حاجه الله يخليك. لا وضح لنا وش النظام. طيب يمكن احنا ما نعرف النظام. اسمعني الله يخليك، اسمعني الله يخليك، انا شاركك في الراي انه بالفعل في خطوره وانه ليش يصير كذا، المفروض ما يصير، لكن تتوقع في اي عمل يتم تنفيذه يحدث فيه حوادث، ومن ضمن الحوادث طبعا سلامه الموقع وسلامه الموقع. طيب. المجاورين للموقع مسؤوليه اساسا، هي مسؤوليه المقاول، لكن تتحمل الامانه جزء من المسؤوليه، ولا هي الجهاز الاشرافي. بل تتحمل الأمانة جزء كبير من المسؤولية، والمفروض يكون هناك أمانة في الرقابة على المشاريع والمتعثرين. أي مقاول يتعثر ويخطئ، أنا حسيت في النهاية كأنه هذا خطأ المقاول وحنا بنعاقب المقاول وانتهى الموضوع، وهذه زخات مطر بسيطة يعني جت في الطريق. شلون لو جاء سيل؟ احنا نضمن عدم حدوثه تكراره. طيب. طبعا يحدث هذا، لكن يا أخي شوف الله يخليك، المقاول يقوم بعمل ويتعرض لظروف خارجه عنه، مثلا الامطار هذه اللي سببت النخر للتربه. طيب. ولكن هو ملزم في الاشتراطات. هذا نفس المقاول المتعثر ولا سحبتوا المشروع منه وعطيته مقاول ثاني؟ لا متعثر ابدا، مو مشروع، ترى مو متعثر. المشروع ليس متعثر، المشروع متاخر. طيب. متاخر اتفق معك. طيب. ففرق بين متعثر طيب. ومتاخر. المشروع ما يبقى فيه الا 100 متر وينتهي بالكامل. 100 طيب. متر باقي ربطه بالعباره اللي عند بنك الراشد وانتهى المشروع. أصدق الناس هم أهل الحي والقريبين من المنطقة واللي يعرفون بالتأكيد يعني هذا الوضع تأخر المشروع. شكرا لك سعادة الأمين، شكرا لك. طيب اليوم راح نتكلم عن موضوع آخر: ثقافة الإعلان والمعلن في مواقع التواصل الاجتماعي. يعني نشوف الفاشينيستات يعني اللي في مواقع التواصل الاجتماعي ويعلنون، المشاهير في مواقع التواصل الاجتماعي، والإعلان اللي قاعدين يعلنونه لكثير من المنتجات، كثير من المحلات. وش الوضع؟ كيف يمكن نضمن مصداقيتهم؟ كيف نضمن انه ما يكون في كذب او ايهام للناس وللمتابعين لهم؟ راح نتكلم بتفاصيل اكثر، بس خلوا نشوف هذا التقرير. الصغير والكبير لديه حسابات في مواقع التواصل الاجتماعي، لذلك نما سوق الإعلانات في تلك المواقع عن طريق المشاهير. وبالرغم من ارتفاع أسعار تلك الإعلانات إلا أنها الأفضل لغالبية المعلنين. ولكن التساؤل: ما هو معيار جودة تلك الإعلانات ومدى مصداقيتها في ظل غياب جهة للضبط المبدئي لممارسات التسويق والإعلان في المملكة، باستثناء تفاعل وزارة التجارة والاستثمار التي قامت بحملة تفتيشية بمعية متطوعين ومهتمين لبرنامج تم. مشعل الخامسي، الرياض.
شكرا للزميل محسن. وللحديث أكثر عن هذا الملف ينضم معنا في الاستوديو الأستاذ أحمد المحيميد المحامي والمستشار القانوني، كذلك تنضم معنا الأستاذة دونا الحسين وهي إحدى الفاشينيستات ومشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، كذلك ينضم معنا في الاستوديو الأستاذ خالد اليامي مدير إدارة وضع المعايير لمنتجات التجميل في هيئة الغذاء والدواء، وكذلك معنا الأستاذ أبو حسن تالي الليل وهو من مشاهير السوشيال ميديا. حياكم الله معنا يعني جميعا. خلونا نبدا بس حديثنا. ببدا مع تجربه المشاهير في مواقع التواصل الاجتماعي مع الاعلان. ابدا معك دونا. شلون تعلنين؟ طبيعي يجي الشخص المعلن يعطيني مثلا المحل او الشيء اللي اسوق له. انا عندي منسق، انا حطت له طبعا معايير معينه، يعني في اشياء ما يقبلها من البدايه. وش يعني اذا جت مثلا الاشياء الاكلات، الاشياء المنتجات اللي تتسوى في البيت، الخلطات سواء كانت للشعر للبشره، انا ارفضها تماما لانه يبغى لها تجربه. واي شيء يعني يخص الناس سواء للبشره او ياكلونه، انا اكون حريصه جدا على الاعلان، يا اجرب او ما اسوي ابدا. لكن تسوين دعايات لمراكز التجميل؟ اسوي طبعا، اسوي بشكل كبير، بس المراكز تكون كبيره ولها افرع معروفه و يعني شيء كويس. تنصحين اللي يتابعونك من البنات انهم يروحون لهالمراكز يعني بطريقه غير مباشره، مثلا اللي يسمونه الاعلان غير مباشر؟ انا اسوي يعني لما ادخل المركز التجميل اسوي مثلا خدمه معينه عندهم، وعلى هذا الاساس اقول لهم، يعني انا اجرب واقول لهم ممتاز، فاللي حابه تروح، اللي ما حابه يعني ما في شيء غصب. طيب يعني ما تعلنين عن محل سواء مركز تجميل ولا غيره من المنتجات الا بعد ما تجربينه؟ لا، في محلات، شوف يعني اكون معك صادقه، في محلات الملابس يعني شيء انا حوريه للناس، حيشوفونه حلو حياخذونه، مو حلو ما حيشتروا منه. يعني في اشياء واضحه للناس، عرفت؟ يعني اشياء معينه انا اسويها. طيب يعني فما يحتاج لها تجربه. يعني في تجربه مثلا كانت لاحدى الفاشينيستات اعلنت عن محل كان عنده بضاعه مغشوشه. صحيح. طيب كيف تضمنين ما تكون مغشوشه هالبضاعه؟ اكيد اني بستفسر عن المحل. شوف حاليا يعني انا للامانه صايره ما ادخل في مواضيع الاكونتات، يعني اكونت يعلن مثلا في الانستغرام ما اعلن له. ليش؟ الا محلات، لانه يكون فيها مصداقيه. يعني لما يكون محل كبير معروف من سنين في مصداقيه اكثر للناس، اصلا يكونون يعرفونه، لكن زياده مثلا يكون عندهم خصومات او شيء معين اروح يعني اسوي الاعلان. طيب ابو حسن، انت كيف طريقتك كذلك في الاعلان؟ بعد الاتفاق مع الشركات، طبعا الشركه اللي ما راح تجيك الا عارفه انت مين. فبعد الاتفاق معهم. طيب انت مين؟ تبي تقول اسم ولا اقول لك؟ لا يعني تقول انه في شيء خلاهم يجونك، عارف انت مين؟ وش الشيء اللي خلاهم يجونك انت؟ مصداقيتك مع الثقه اللي بينك وبين متابعينك. نشوف في ثقه بينك وبين متابعينك. تشوف انه الان في ثقه بينك وبين متابعينك؟ والله انا وعلى اي اساس انا حكم؟ ما اقدر احكم. وعلى اي اساس حكم؟ طيب لا انا شوف، انا ما احكم على نفسي انه فعلا انا انسان ناجح، انا مخلي الموضوع للمتابعين. فتفاعلهم معي كل يوم من خلال البرامج اللي انا اقدمها والفقرات واضح انه المتابعين يعني مبسوطين ومرتاحين. واحد من طبعا احنا سوينا طبعا استفتاء ويعني بالامكان انه مشاركتكم عبر حساب البرنامج في تويتر في هذا الاستفتاء. هل تثق بالمنتجات التي تسوق عن طريق المشاهير؟ الى قبل الحلقه كنت اتوقع النتيجه، طبعا كان عندنا خيارين، يثقون يعني لا انه ما في ثقه، ونعم انه في ثقه. كم توقعون؟ دونا كم توقع؟ اتوقع يثقون، يعني ممكن يكون 60%. يثقون 70% لا او اقل شوي. طيب احمد؟ 70% لا يثقون. 70% لا يثقون. 80% لا يثقون. ابو حسن؟ 50 طيب 96% لا يثقون باعلانات مشاهير التواصل الاجتماعي، 96%، و4% هذا طبعا الاستفتاء اللي قاعدين نطرحه، بامكانكم المشاركه فيه. بعد الى ان نقفل الحلقه راح نعلن النتيجه ان شاء الله باذن الله، وموجوده على حساب البرنامج في تويتر. فاصل، وبعد الفاصل بنعرف تفاصيل اكثر عن موضوع التسويق عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
نتابع حديثنا عن الإعلان عبر مواقع التواصل الاجتماعي. أحمد، خليني أسألك عن جزئية جدا مهمة. قبل شوي يمكن دونا وأبو حسن تحدثوا عن معاييرهم الخاصة فيهم في موضوع الإعلان عبر حساباتهم من خلال نسبة المتابعين الكثر عندهم. كيف تشوف أنت هذه المعايير؟ اول شيء انا كويس ان في معايير لهم شخصيه، بس الغريب انه ما تكلموا عن المعايير الحكوميه. وش المعايير الحكوميه؟ الانظمه، الاجراءات، اللوائح التنفيذيه. انا اتفق معهم انه ليسوا بقانونيين ولا يمكن انهم يطلعون عليها بصفه مباشره، لكن حق عليهم وعلى متابعينهم وحمايه انفسهم يجب ان يسال محامي، ما خاب من استشار. في عندنا مثلا وزاره الاعلام فيها عدد كبير من الانظمه يصل الى 17 نظام، وزاره التجاره فوق ال 30، ابرز الغش التجاري، وزاره الداخليه عندها نظام مكافحه الجرائم المعلوماتيه، لوائح النشر الالكتروني. في عندنا عده انظمه، وعندنا السياسه الاعلاميه الموقع السعوديه في ضوابط. الغريب انهم ما التفتوا لها نهائيا وجالسين يا ماشي درب الزلق لا تامن الطيح، يعني معرضين انهم يطيحون في الخطا باي لحظه. عشان كذا انا اقول يفترض الحمايه مسبقا، انه قبل ما يصير هو شخص عن شخص ترى يختلف يا اي ما يخالف. انا شخص عن شخص يختلف. شلون شخص عن شخص يختلف؟ يعني في ناس يعلن اي شيء، عرفت، بس هات بس يبغى، وفي ناس لا والله يعني ذمه بينه وبين الله انه ما ينزل اي اعلان. طيب ابو حسن معليش، خلينا بكون معك صريح، يعني خلينا نكون صريحين عشان نطلع بنتيجه ان شاء الله في نهايه الحلقه. يعني انت من ضمن الناس، واحد انا اذكر في تويتر متكلم رد على موضوع الاستفتاء، يقول ابو حسن سويت اعلان محل جوالات ورحت تعاملت معهم، يوم خرب جوالي وعدوني انهم بيستبدلونه لي، ما حد استبدله للحين. وبالتالي تقول عن موثوقيه. طيب هذا احد جربكم عن طريق جوال ولا انت معلن عن محل جوالات ولا محلات الكفرات هذه؟ محل جوالات، اوكي ما داعي على اسم المحل يعني. هي. تمام. ف انه تتكلم عن الموثوقيه. طيب هذه ما تاثر في الموثوقيه معهم؟ الا اكيد تاثر مع المصداقيه بينك وبين المتابعين. لكن انا ما اذكر اني يعني اول شيء اسال عن تصريحه، عن الرخصه، عن الموقع، عن ما نزل اي اعلان، يعني يرسل لي بعد ما يرسل لي البيانات كلها. الحين في ناس تجيب منتجات، اذا ارسل لك بيانات يعني ما تشوفها بنفسك. طيب انت ما تطلع على المحل، ما تجرب خدمته؟ الا في ناس يطلبون لنا حضور. لانه غالب معليش انا بس اقول لكم، يعني انا ماني متابع جيد لمواقع التواصل الاجتماعي، لكن احس الغالبيه ينهجون طريقه الاعلان الغير مباشر. مثلا والله طالع انا عازم احمد اليوم تمام على العشاء، اروح المطعم فلاني وكأنه جت كذا مصادفه الموضوع، ثم نحن نسولف والله اكلهم يجنن، تمام، نقعد نمدح بالاكل حقهم. أيوة. ثم شوي لمن سال وتمام ولاحظت مثلا الناس قاعد يسالوني ترى هذا المطعم. يعني احس وصلنا احيانا لاستغفال الناس. خالد يعني معلش كنزك هل يتابعونك؟ ايه؟ هل مئات الالوف اللي جمعتهم تمام خلال فتره؟ خلني اركز على حكايه الكلمه اللي انت قلتها وهي خطيره جدا ويجب ان نضع عندها علامه استفهام، اللي هي الاعلان غير المباشر. تدري ايش معناته الاعلان غير المباشر؟ معناته انك تخرج من الانظمه الحكوميه المتعلقه بالاعلانات سواء الاعلاميه او التجاريه. لانه صار اعلان غير مباشر، ما في عقد، ما في عبر وسيله اعلاميه، ما انت تاجر، ما عندك ترخيص انك مثلا نشر الكتروني او غيره. هذه الاعلان غير مباشر حتى في الغرب جريمه يعاقب عليها القانون. جميل. يمكن تعرفون كيم كارديشيان هذه المشهوره تمام، اضطرت حتى ترتاح من موضوع الملاحقه القانونيه، صارت تحط كل بوست عندها وشالت كل في شو اسمه الانستغرام اعلان، تحط كلمه اعلان. خلاص حتى انت انا ما قاعد استغفلك تراه اعلان. اي مزبوط. عشان كذا انا اقول لك اعلان الغير المباشر صراحه ما في تنظيم له حتى الان. طيب دونا ليش ما تصيرون طبيعيين؟ ليش ما تكونون واضحين مع المشاهدين؟ يا جماعه ترى هذا اعلان انا قبضت الثمن حقه وبالتالي قاعد اسوي اعلان. صحيح. اول شيء الناس الحين ما عاد في احد غبي. يعني بدايه ابغى اقول لك شيء، لما يجيك الشركه المعينه اللي تبغى تسوي لها اعلان، بعضهم هم يطلبون يقولون نبغى اعلان غير مباشر. انا من تالي صرت ارفض، زي ما قلت فيها استغفال فعلا. فانا اخر مره اعلاناتي الاخيره صرت اقول انا رايحه بسوي اعلان لمركز معين، انا رايحه اسوي اعلان للشيء، اعلان واضح، لان اخر شيء انا بحط الرقم. يعني
في استغفال لما نقول انا رايحه مطعم مع صحباتي اجي اصور، مو منطقي. انا ما راح اصور واحط اكونت كذا من فراغ الا ولا مع حتى وصلت، معليش احمد بتعلق، سؤال. وصلت احيانا احط والله كيس رز معين واقول يعني عليكم بالصدقه، تمام وين جايب الرز وهو اعلان في النهايه مثلا على سبيل المثال يعني. وللاسف احيانا من شخصيات اعتباريه لها وزنها وثقلها. سؤال، هل في عقود توقعون عقود للاعلانات هذه؟ في اشياء كلها عن طريق الايميل، يعني يكون التواصل عن طريق الايميل. اتفاق يعني، بس ما في صيغه نموذج اعلان ما أو في عقد نموذج مثلا توقعون لا، لا، لا. اتفاقيه بينكم وبين لا بس يكون عن طريق ترى الايميل، هذا هذا هو- كانها طيب. هذا ما يثبت انه اعلان غير مباشر ولذلك يخرج عن باقي الانظمه. طيب انا بتكلم عن الاجراءات وش الحلول، بس خلينا نرحب بعبد الرحمن الحسين المتحدث الرسمي بوزاره التجاره. عبد الرحمن مساك الله بالخير. يا هلا والله اخوي خالد، الله يمسيك بالخير وضيوفك الكرام، وشكرا لاهتمامكم بهذا الموضوع. تمنيت اني معكم يا خالد لكن حاله الظروف بين ذلك. معذور، لكن خلينا نتكلم الان هذه الاعلانات اللي اغرق، يعني قبل فتره انتم قفلتم يعني احد المحلات اللي تسوق لمنتجات مغشوشه. وين دوركم كوزاره في الرقابه على هذه الاعلانات اللي تكون احيانا لمنتجات او محل يعني اما جودتها رديئه او تكون بضاعتهم مغشوشه يعني؟ اخوي خالد، طبعا وزاره التجاره والاستثمار تراقب بكثب وبدقه كامله عبر ما يطرح، كل ما يطرح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، سواء كان في تويتر او الانستغرام او الفيسبوك او حتى السناب شات، كل ما يتعلق فيما يخص انظمتها. يعني وزاره التجاره والاستثمار فيما يخص انظمتها نتحدث عن السلع والمنتجات المغشوشه او المقلده تحديدا يعني. وفي هذا المجال ولله الحمد يعني كان لنا جهود في هذا المجال يعني نصفها انها مؤثره. يعني كثير من الحالات اللي تم الاعلان عنها تم استدعائهم، واللي ما جو ايضا تم الرفع فيهم للجهات الامنيه لاستدعائهم. تقصد المشاهير؟ الاشخاص اللي اعلنوا سواء مشاهير او حتى حسابات اخرى. يعني انا بذكر لك بس حالتين. طيب. في احدى المعلنات اعلنت في جده، مباشره بعد رصد الاعلان بيمكن ساعه واحده تمت مداهمه المحل اللي في جده ومداهمه فرعه الاخر اللي في ابها. تمت مصادرة 15,000 مستحضر تجميلي مقلد وعدسات لاصقة ورموش وعطورات وكريمات، إضافة إلى وجود حالة تستر. يعني من يقوم بهذا الإعلان، وهذا والله من قلبي يعني أحذر أولادنا وبناتنا أنهم ما يكونوا شركاء في هذه الجرائم. كونه يكون مسوق لمحل مخالف هذه فيها مشكلة كبيرة. لذلك أنا أتمنى أنهم يكونوا يتوخون الحرص والحذر في هذه المواضيع. طب إذا ايضا حاله اخرى في الرياض، هذه قبل كم يوم. الحاله هذه ايضا احدى المعلنات عن محل يبيع ملابس مقلده، وهذا تمت مصادره 5,000 قطعه من عند المحل هذا، وايضا تم الرفع فيهم للجهات الامنيه لاستدعاء. لكن هذا هل هو بيحد من الظاهره؟ وش العقاب اللي بيطال يعني اللي يسوقون لمنتجات مقلده ولا مغشوشه؟ العقوبات طبعا واضحه وصريحه واحنا نعلنها دائما. كل من يسوق او يعرض سلع مغشوشه او مقلده هو يقع تحت طائله نظام الغش التجاري ونظام العلامات التجاريه. العقوبات تصل في هذا النظام الى 3 سنوات سجن والى $1,000,000 غرامه والى التشهير، اضافه الى شطب السجل التجاري وترحيل العماله لاصحاب النشاط. والمسوق ايضا ينطبق عليه ذات العقوبه فيما يتعلق بالسجن او الغرامه. طيب شكرا عبد الرحمن حسين المتحدث الرسمي لوزاره التجاره والاستثمار. في ملف اخر اللي هو موضوع مستحضرات التجميل، يمكن اكثر شيء الفاشينيستات هم ظهر يعلنون عن مستحضرات التجميل بشكل كبير، وهذا يدعوني لتساؤل يعني لك يا خالد، يعني وين دوركم؟ وين حملاتكم التفتيشيه كهيئه غذاء ودواء معنيه بهالموضوع؟ بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على رسول الله. بدايه احنا في هيئه الغذاء والدواء عندنا يعني الحمد لله حسابات في معظم وسائل التواصل الاجتماعي، الشائعه سناب شات، تويتر، انستغرام، ونتابع كل ما يدور في الساحه مما له علاقه في عمل الهيئه. بالاضافه الى ان تجينا استفسارات كثيره وشكاوى من الناس المستهلكين حول المنتجات وحول الاعلانات اللي تصير. فاحنا عندنا خطوتين اساسيه في هذا الموضوع. اللي هي اول شيء احنا نتاكد اذا جانا باي بلاغ او موضوع شائع من هذا القبيل، نتاكد ان هذا المنتج مدرج عندنا في النظام الالكتروني لمنتجات التجميل. احنا عندنا نظام الكتروني فيه جميع بيانات المنتجات المدرجه والشركات اللي تقوم باستيراد المنتجات. هذه الخطوه الاولى نتاكد. فاذا كان مدرج اذا كان غير مدرج فبالتالي الان تعتبر هذه مخالفه، يخالف فيتم التعامل معه وفق النظام منتجات التجميل ووفق لائحه العقوبات والمخالفات. اما اذا كان المنتج مدرج ننتقل للخطوه الثانيه، احنا نشوف وش محتوى هذا الاعلان. محتوى الاعلان
يعني استخدامات المنتج، الادعاءات اللي تذكر في الاعلانات، ناخذ المحتوى هذا ونقارنه بما هو مسجل عندنا ومدرج عندنا. فان كان متوافق فما في مشكله في الاعلان، ان كان مختلف بحيث انه احيانا يغيرون الادعاءات، تصير في ادعاءات طبيه، يكون في ادعاءات غير مذكوره اصلا للمنتج وغير مصرح. ولا مشكله احيانا اذا كان منتج مغشوش ولا مقلد، وهذا حتى يعني تخيل مساحيق تجميل تستخدمها مقلده وش اثرها على حياه الناس، يعني لها تاثير على صحه يعني من يستخدمها بعد. صحيح. فاحنا نشوف الان المحتوى، اذا كان المحتوى متوافق فبالتالي ما في اشكال، ان كان المحتوى مخالف هنا ايضا يتم التعامل معه كمخالفه ويحال للاداره المختصه. يعني. وش الاداره المختصه؟ عندنا اداره قانونيه، عندنا اداره انفاذ الانظمه يقومون باكمال اللازم. السؤال، العقوبه الحين على المنتج التاجر ولا على المعلن؟ العقوبه تكون على يعني مختلف، اللائحه في عقوبات على المدرج نفسه، الشخص اللي يقوم، وفي عقوبات على الاشخاص، على المحلات، على التداول بشكل عام. طيب ابو حسن نفترض سوى اعلان على كريم ازاله حب الشباب مثلا. نعم. شلون يعرف انه هذا المنتج يعني مرخص وانه حقيقي وانه مو هو مقلد؟ جميل. اول شيء بالنسبه للمنتج تجيك طلبات ابو حسن على لا التجميل احنا بعيدين عن موضوع التجميل. طيب. اول شيء بالنسبه لمنتجات التجميل، فالهيئه ما تشترط تراخيص للاعلانات، يعني قبل ما تسوي الاعلان ما تشترط، ولكن لابد انه هذه الاعلانات تتوافق مع الضوابط والاشتراطات اللي موجوده في نظام منتجات التجميل. عندنا ضوابط واشتراطات، المفترض ان اي احد يبي يعلن يطلع على هذه الضوابط، المفترض ان وين موجوده؟ موجوده في النظام وموجوده في اللائحه التنفيذيه منشوره على موقع الهيئه. تبي كل واحد منهم يروح يطلع على النظام وبنود النظام؟ لا ايضا احنا سوينا مثل النشرات التثقيفيه نضعها موجوده فيها، سوينا نشرات في اماكن توعويه تكون موجوده حتى لما لعامه الناس. يعني لو اذكر لك بعض عندنا 10 اشتراطات وضوابط للاعلان عن منتجات التجميل. وش عطني اياها باختصار؟ اعطيك اختار لك منها. طيب. كذا باختصار، على سبيل المثال انه ما يتضمن الاعلان ما يخالف احكام الشريعه والاعراف العامه. اثنين، انه ما يكون المنتج المراد الاعلان عنه مدرج لدى الهيئه، هذا ايضا نقطه مهمه جدا. الا يحمل الاعلان معلومات مكتوبه او صور او مشاهد او اي شكل اخر يؤدي الى تضليل المستهلك، وهذه اللي دائما نعاني منها في الاعلانات، تضليل المستهلك، يعني اعلنك عن شيء واعطيك له استخدامات ما انزل الله بها من سلطان، فبالتالي هنا تقع المشكله. حتى استخدام لا يستخدم اسم او شعار الهيئه بشكل مباشر او غير مباشر في محتوى الاعلان، او اي اسم او شعار لجهه رقابيه اخرى خارج المملكه. يعني هذه اهم، هي تقريبا 10 اللي موجوده، فهذه اهمها. فاحنا الان المفترض ان الشخص اللي بيعلن يطلع على الامور هذه ويتاكد، بامكانه ايضا يتاكد. وش العقوبات؟ العقوبات في لائحه للعقوبات. طيب وش العقوبات؟ ودنا نعرف لائحه العقوبات هذه. غرامات، ولكن في يعني في عقوبات محدده لشغلات معينه، وفي عقوبات تترك للجان، يعني ما تكون منصوصه ويعني. طيب احمد ايش رايك بالآلية؟ الآلية شوف انا القطاعات الحكوميه كلها مجتهده وعندهم انظمه، لكن اللي انا ما هم قادرين يستوعبون اللي حامي الان المعلنين من المشاهير انه اعلان غير مباشر، ما في عقد ولا هو مخول بالاعلان، لذلك ما تقدر تطبق عليه احكام الاعلان اللي ذكرها الاستاذ، ما تطبقها على المشاهير الميديا او وسائل التواصل الاجتماعي، هذه تطبقها على شركات الاعلان المرخصه من وزاره الاعلام، مكاتب اعلاميه. طيب سمعنا مثلا انه هيئه الغذاء والدواء احالت للنيابه العامه احدى الفاشينيستات المشاهير لان اعلنت وبالغت واوهمت وضللت في موضوع اعلان عن احدى المياه الشرب. ممتاز، اذا صاحب الاعلان مخالفه، لو لم يصاحب الاعلان مخالفه ما قدرت تلحقها بشيء. فهي لما انا عشان كذا قلت لك انه طريق خطر، طريق درب منزلق، خطر جدا. لما تختفي الاعلان ويصير في تضليل ويصير في مخالفه هنا وقعت، لكن الاعلان بحد ذاته لا، هو اعلان غير مباشر، لا تنطبق عليه المعايير اللي ذكرها الاستاذ. طيب والتجاره ينطبق عليها نفس الشيء؟ ونفس الكلام على التجاره، لانه قال عبد الرحمن انه قمنا بادوار يعني كبيره في حتى بمعاقبه على يعني المخالفه على المخالفين، على الاعلانات المخالفه للاعلانات وليس على الاعلان بحد ذاته. يعني الان مثلا دونا سوت اعلان على محل ملابس، هل محل ملابس مثلا تمام صار في مشكله مغشوش ولا مقلد عنده، تعاقب؟ اي تعاقب، لان هنا شابوا مخالفه. انا اكلمك عن الاعلان الان، الاعلان السليم اللي ما شابوا اي مخالفه. هنا انا ما وجدت ما يجرم هذا الشيء.
قال من امر قال ما حد منعني. لذلك انا او من هالنقطه هذه الانظمه موجوده وتفعيلاتها موجوده، وعشان ما يكون في تحايل وعشان يكون في حمايه لهالنشاط هذا من الشباب والبنات اللي يشتغلون الشغله ذي، يجب ان يكون تنسيق بين الجهات، التجاره، هيئه الغذاء والدواء، الصحه، الاعلام، الداخليه. انت ما تشوف الطاسه ضايعه؟ لا متعدده، عده قطاعات يجب ان يكون في تنسيق. تخيل خالد انه يعني اكثر من نظام عديته والله، طلعت يمكن فوق 50 نظام تتكلم عن الاعلانات. طيب وعن كذا. بنكمل معك بالجوانب القانونيه، تبي تدخلنا بانظمه؟ لا خلينا نطلع فاصل ونرجع. نطلع فاصل، بس انا اقول التنسيق اهم شيء بين طيب. القطاعات. فاصل وبعد الفاصل للحديث بقيه. نتابع حديثنا عن الإعلان في مواقع التواصل الاجتماعي. تقولي الأنظمة تحتاج إلى تنسيق بين القطاعات، لأنه إذا ترك الحبل كذا على الغارب بدون ما يوجد تنسيق يعني بتضيع الطاسة بينهم، مثل حركة العنف، نفس قضية العنف متعددة بين عدة قطاعات بسبب ضعف التنسيق والتكامل. أنا أقول في هالموضوع هذا، موضوع الإعلانات عبر السوشيال ميديا، في أنظمة لا يوجد فراغ تشريعي، لكن الفراغ في التنسيق والتكامل يجب أن يكون هناك. وأنا بصراحة أتمنى من مجلس الشورى أن يدرس هذا الموضوع. في ناس طالبوا بأن تكون هناك هيئة مستقلة، هيئة تسويق. لا في موجود هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، هي المسؤولة عن ما ينشر في المحتوى الإعلامي أو الإعلاني في عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي. وهل هي معنية بموضوع الضوابط إذا خالفت الضوابط في هذه الإعلانات؟ اي مثل ما هي مسؤولة عن نظام التعاملات الإلكترونية ونظام الجرائم المعلوماتية، هذا يدخل من ضمنه. هذا نشاط بالمناسبة، تراهم الحين يعلنون ياخذون فلوس، يعني بزنس، ترى ما ياخذ عليهم ضريبة. أنت تطالب أنه ياخذ عليهم ضريبة؟ طبعا لازم ياخذ عليهم طيب ضريبة. أعطونا كشف حسابكم بدون أتوقع سمعت أنه طلع قرار أنه في ضرائب، صار في حديث عن هالموضوع لكن ما تم اتخاذ إجراء. بس أنه ما عندهم عقود، شيء يعني اجتهاد منهم. طيب اني اشتغل بدون عقد هذا عمل غير نظامي يعتبر؟ ايوه انا عشان كذا اقول هل عملهم غير نظامي؟ لا عملهم الان اجتهادي يحوفوا عده مخاطر، عشان كذا انا اقول لك عندهم مليون علامه استفهام. اي خطا بيروحون فيها، ما في شيء يحميهم ولا في حمايه مسبقه، وعده جهات بتتناولهم. ترى ممكن تتدخل نظام مكافحه المعلوماتيه، لائحه النشر الالكتروني، لوائح هيئه الغذاء والدواء. بس هذه مشكلتها، اذا ضاعت لوائح وانظمه وجهات دخلت في الموضوع اكثر من جهه، ترى السالفه تتعقد عندنا. وفي كثير من الملفات، وانت استشهدت بالعنف الاسري طرحناه امس وتكلمنا عنه، يعني بهالموضوع انه عنده وزاره الشؤون الاجتماعيه والوضع يعني يحتاج الى اعاده نظر في ضمان تطبيق هذا. لذلك انا اقول هيئه الاتصالات وتقنيه المعلومات اتمنى يكون في تنسيق مع مجلس الشورى، ليكون في تنسيق وتكامل بين هذه القطاعات اللي معنيه بالاعلان. وتفعل هالانظمه الموجوده عندنا. خالد عندنا انظمه ولوائح ما شاء الله، يعني بس يبقى لها تنسيق وتكامل وتفاعل. يعني انت لما تعمل لوحدك وانا لوحدي والزميل لوحده. طيب دون تشوفين الوضع فوضوي بشكل عام في موضوع الاعلان عند مشاهير التواصل؟ في ناس في ناس الصراحه فوضوي. يعني الان مثلا هل عجبك كلام مثلا يعني ابو نواف لما تكلم، ابو نايف لما تكلم عن موضوع مواقع التواصل انه انظمه وقوانين تضبط الموضوع؟ طبعا هو شيء كويس حتى يحمينا احنا للامانه، يعني يتكلم بجانب حلو يحمينا احنا عشان نرتاح من شغلات انا حسوي ذا مغشوش او لا. يعني حلو بعد فكره هيئه الغذاء والدواء ان حاطين لائحه، هذا شيء حلو. يعني شفت اللائحه؟ لا ما شفت اللائحه، بس من شويه يوم قال الموضوع فكرت انه فعلا ادخل واشوف اللائحه عشان ما اقع بغلط. اعلنت عن منتجات قبل صح؟ طبعا كثير، بس من غير ما تشوفين اللائحه. شلون يعني؟ يعني ما شفت اللائحه اللي قال عنها؟ بس محلات كبيره اصلا ومصرح لها، مو شيء عادي. قلت لك انا الخلطات، التجميل، الاكل، اي شيء فيه تجربه او على البشره او ينوكل انا ابعد عنه تماما من اول ما بديت. طيب استغفال المتابعين عند البعض، مساله انه
يتقاضى مبالغ طائله، وحتى موضوع اسعار الاعلانات هذه بعد قضيه صارت مجاكر ما بين المشاهير فيما بينهم. صحيح. بمبالغ يمكن البعض يرى انه مبالغ فيها. صار ما لها ضوابط، ما لها يعني، والبعض صار يعني يرون ان بعضهم يستغل ثقه من يتابعه وقاعد يشتغل على هالاعلانات. صحيح، في ناس كذا. شوف احنا ما نقدر نعمم، لان في ناس مره كويسه ومره عندهم احنا ما نعمم، مصداقية. انا اتكلم انه في ناس كويسين وفي ناس سيئين. والدليل انا مثلا ولا اي شخص ثاني لما احنا نسوي اعلان لشيء معين، بعدها انا يصير عندي سولد اوت، المنتج يخلص. هذا على اساس ايش؟ انا المنتج كان قدامي، انا جربته قدامهم، شافوه شيء كويس، راحوا خذوه. لو ما في ثقه ما يصير المنتج سولد اوت. طيب يخلص. ابو حسن، نفس الشيء اسعار الاعلانات والمبالغه فيها اللي قاعد يصير والمجاكر بينكم كمشاهير في الموضوع. طيب. والله فعلا في ناس اسعار يعني حاطين بشكل، تخيل قبل كم يوم انا راسلت احد المشهورات انه في تطبيق يبغون اعلان 7 سنابات، تتوقع كم السعر؟ كم؟ 7 سنابات بس شرح 100,000 70,000 ريال. 70,000 كل سنابه ب 10,000. وهي بالبيت. هذا غالي ولا يعتبر من الاسعار المتوسطه؟ لا جدا غالي. لا غالي. غالي لا جدا. جداً هذا غالي. هو بالبيت. 7 سنابات ممكن 70,000. حضور يختلف، ممكن الحضور يصل الى يختلف طبعاً. 70,000 60,000 50,000. لا كذا الحضور. اكيد مبالغ. هذول الفايف ستار يعني الناس اللي هو تنحكم على متابعينك، يعني كل ما زاد عدد المتابعين زاد السعر. بس في ناس فعليا قاعدين يبالغون. لا بس في هناك اتهام للفاشيستات بس، تمام، والمشهورات في مواقع التواصل الاجتماعي انهم قاعدين يقلدون المشهورات اللي في الكويت على سبيل المثال، وصاروا يستسخون تجربه في الكويت واللي قاعد يصير، وحتى انعكست بعد بس حتى احيانا لو العدد المبلغ مبالغ فيه يعني لا جداً. مبالغ، وغير حتى طريقه التقديم، يعني البعض حتى ينتقد بعض البنات في طريقه تقديمهم، ابتذالهم، عدم احترامها لمن يتابعها، الاستعراض اللي قاعد يصير عند بعض الفاشيستات على سبيل المثال. ايش رايك؟ يعني كل انسانه حره بتصرفاتها، انا ما اقدر اتدخل فيهم، ولكن في اشياء فعليا يعني انا اقول لو عندي الطفل مستحيل اخليه يضيف سناب هذا الانسان ويتابعها، لان فعلا اشياء تطلع تظهر اوفر، المفروض ما تطلع، تحديدا باللبس، بطريقه الكلام، بايحاءات معينه. طب هذه مرة كل سيئة. الضوابط هذه مخالفات. طبعا يعني لازم يصير لها ضوابط. هي للاشخاص مخالفه. هذول. لا بس ليش في الاول قاعد صرنا نشوف خليك نتكلم بكل صراحه، صرنا نشوفها حتى في بعض المشهورات عندنا يعني بهذا الشكل، صار في ابتذال. يعني خلينا نشوف، انا لما اتكلم عن موضوع التسويق واحيانا تسويق الاشياء يعني مقلده والمغشوشه، هذه مشكله كبيره يعني اكيد. وانا بس اشوف انه الادهى والامر انه احيانا يكون الابتذال حتى في جانب القيم والاخلاق اللي قاعد يصير عند بعض المشهورات، تمام، وحتى بعض المشاهير يعني في بعض مواقع التواصل الاجتماعي. انا ما اقول الغالبيه، لكن هناك مجموعه ليست بالقليل للاسف قاعده تنتشر ويتفشى وضعهم. ليش هذا؟ هل يعني المتابعين هم اللي يجرون الواحد الى انه يكون بهكذا الشكل، ولا لا والله يكون عندي ابتذال اكثر، يكون عندي تسويق اكثر، يصير عندي والله مدخول مادي اكبر؟ في هذا الشيء، في ان لو ما اظهرتي اشياء معينه، انا اتكلم عن البنات طبعا، كل ما زاد هذا الموضوع زاد عدد المتابعين. يعني ترى هذه لا يعني انت ترصدين يومياتك؟ ايش؟ ترصدين يومياتك متابعينك؟ تطلعين عاد بدون ميك اب؟ احيانا احيانا اسوي توتوريال، يعني اطلع من غير ميك اب، احط الميك اب قدامهم كامل، اطلع من غير ميك اب. انا اقول خالد، هذا العمل اللي جالسين يقوم فيه الشباب والبنات له محاذير وله ضوابط، اذا ما نظم وكان له ضوابط وعملوا حساب لهم الشيء، ولا ترى يعني هو مصدر رزق. اذا شوف الكلام عام احمد سالم، كيف اذا ما نظم كيف امر نظم؟ متشعب طيب يعني هو كل شهر يطلع لنا 20 واحد. مصدر رزق وحاجه جالسه تسوى في جميع دول العالم، احنا من ضمن هالمنظومه، لكن يجب ان يكون له ضوابط بنظام خاص مثل ما قلت لك، تنسيق وتكامل، ويكون تنسيق بين هيئه الاتصالات وتقنيه المعلومات ومجلس الشورى لتحديد الجهه المسؤوله عن متابعه هذا وتنظيم. تبينا نقعد نطول واحنا نحترم مجلس الشورى يقعد يعني يفتح عيونه على المواضيع اللي ودنا انه يلتفت لها، يعني اتمنى ذلك. طيب انا الشباب يقول الوقت داهمنا، يعني اللي نتمناه فعلا انه يعني يكون فيه ارتقاء بالذوق العام بشكل عام حتى في مواقع التواصل الاجتماعي، عدم استغفال من يتابعكم خاصة المشاهير في مواقع التواصل الاجتماعي،
المتابع ما عاد هو مغفل، صار يعرف الإعلان المباشر والإعلان غير المباشر. الأمر الآخر يعني نتمنى الجهات المعنية تقوم بهالجانب. الله يرزقهم ويزيدهم يا رب العالمين، يعني بالعكس يعني هذا حق مشروع للمشاهير في مواقع التواصل الاجتماعي، لكن ليس من حقه أن يستغل ثقة من يتابعه أو عددهم في أنه يسوق لأشياء ليس لها قيمة، سواء كانت بضائع مغشوشة أو مقلدة. ومعليش أنا بزيد عليها، والأدهى والأمر أن يسوق أحيانا لأخلاق وقيم ليست من أخلاقنا ولا من مبادئنا. يعني شواهد كثيرة يعني في الابتذال اللي قاعد يصير للأسف. للأسف صارت الحياة تصور على أنها حياة مادية بحتة. صار يعني الحياة الباذخة أحيانا اللي يعيشها بعض مشاهير ومشهورات مواقع التواصل الاجتماعي خلت البعض من يتابعهم يزهد في حياته ولا يرى يعني ما عنده، ويعني ويتعلق قلبه بما يرى وما عند الآخرين وحياة الآخرين. صار في زوجات في بيوت يضغطون على أزواجهم المساكين الضعوف حتى يجيبوا لهم من هالبراندات اللي يشوفونها على مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي اللي غالبيتها تجي مقابل إعلان، تمام، في كثير من الأحيان. صار في ابتذال كبير قاعد يصير يهدد القيم، يهدد الأخلاق. في نماذج إيجابية، في نماذج مميزة قاعد تقدم محتوى كويس ويفيد الناس. مو بشرط الواحد يقدم محتوى يفيد، لكن على الأهم ألا يقدم ما يضر، ألا يقدم ما يضر القيم، يضر الأخلاق. يعني هذا أمر أنا مأرقني بشكل كبير. أتمنى فعلا أنه يلتفت لهذا الجانب قبل ما يكون الواحد يبني في بيته ويربي أبنائه على قيم وأخلاق وهناك من يهدمها للأسف ممن يتابعهم من مشاهير لا قيمة لهم. التصويت احنا الشباب يقولون طلع عندنا كم نتائج التصويت الآن؟ طيب 95% يثقون بالإعلانات اللي تنشر عبر المشاهير و5% ما يثقون. هذه النتائج. أباخذ تعليق 95% يثقون. طيب شوف، طيب 95 ما يثقون و5% يثقون، هذه النتيجة. أخيرا إذا ما يثقون ليش كيف وجدوا هالانتشار ذا وهالغلاء الفاحش؟ أعتقد أنه يعني لا يحكي واقع اللي احنا نعيشه الاستفتاء هذا. تطالب بماذا؟ أطالب أنا بالتنسيق والتكامل بين القطاعات ومعاقبة كل مخالف، حتى لو خافت دائما من العقوبات وتقول لا تجيبون سيرتها، بس دون أي أحد يخطي بيتعاقب. أخيرا أنا صراحة مو مع الاستفتاء زي ما قال الأخ. الاستفتاء مفتوح قدام العالم. يعني أحس إنه فعلا مبالغ فيه، لأن ما أدري يمكن أتكلم عن نفسي مثلا في ثقة، أنا أعرف الفيدباك حقي مثلا، أتكلم عن نفسي ما أقدر أتكلم عن الناس، ولكن ما أعرف أحس شوي في مبالغة. ولا كان ما شفنا فعلا هالانتشار كل المشاهير. أبو حسن؟ بالنسبة للتعليق ما عندي تعليق أنا، بس اللي قلت لها أن أسعار الإعلانات فيها البعض مبالغ فيها جدا. ماجد؟ أعتقد أنه صحيح، وكان ردة فعل للحملة اللي كانت السابقة للهجوم على المشاهير، فصار طبعا سوى حملة تبليك المشاهير أتوقع يعني بشكل عام، لكن أنا أتكلم أنه في مشاهير يقدمون يعني شيء جيد وعلى أقل تقدير، بس في ناس منهم ما قاعد يقدم ما يسيء للناس أو يستغفل من يتابعه. المنادات والأهم تم، ولكن هذا الحوار يمكن تحدثنا عن هذا الجانب، نتمنى أن يكون في ضبط لهذا يعني الجانب الإعلان عبر مواقع التواصل الاجتماعي. هناك قيم وأخلاق، وهناك كذلك معايير وضوابط لا يكون من خلال استغفال الناس. لنا تكمل إن شاء الله قريبا مع هذا الملف. في خاطر شيء لم يكتمل. بإذن الله.